اللي هي اسمها الكسرة يا شباب. أكلة تقليدية رهيبة. رحت لعند صاحب المحل وقلت له جيب لي كسرة، جاب لي كسرة كذا دوارة زي وجهه. تخيلوا قاعد يشوف الفيديو، والله اني احبك واحترمك يا اخي، بس انه جاب لي هذه قال لي فيها فرناج. شوف الفرناج، فرناج ولا ايش؟ اي جبن، اهم شيء انه جبن. اشتريتها ب 1179. المهم اشتريناها الكسرة هذه اللي هي ب 6000 جزائري، واللي هي ب 60 دينار عربي طبعا. المهم وانا رايح نشتري الكسرة في تعليقات يا اخي اشترى المرقاز، اشترى المرقاز، اشترى فرقاز، ما ادري ايش اسمه يا اخي هذا. انا رحت شفته قلت له يا اخي ايش هذا؟ قال لي هذا فرنجاز ما ادري ايش. المهم جبته، اوكي ترقبوا الفيديو حق الفرقازه بيصير فيه لعب. ها خذي لك واحده يلا روح. المهم طبعا الكسره بنجربها مع حبيب قلبي اللي حبيته وهويته من ذا الصغر، حليب المراعي. حليب المراعي الجزائري اللي هو اسمه سعر مقنن، ليت بوكيشن برتليمنت ايكرومي 1 لتر. اهم شيء انا عجبني صبينا طبعا في الكاس ونجرب الكسرة الجزائرية الرهيبة الذي اخذت عقول الملايين. اوكي بتشاركين الاكل ولا ايش؟ ها تسلم عليها قولي هاي. حبيبي المهم بنجرب الكسرة اليوم تمام. والمرقاز ترقبوا الفيديو حق المرقاز، ترقبوه لانه بنصير فيه لعب. يلا شباب نجرب الكسرة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مع حليب المراعي الجزائري الشفكارة اللي شفكر قلبي، والله طعمها حلو. تاكلين؟ والله طعمها حلو يا اخي، حلوة كلها. انا طعمها عجبني. هذا وهي ناس ميل صون سنديسي. شباب حليب الشفكارة خلص، نفتح الثاني. والله صاحب المحل حق الشفكارة كل ما اروح لعنده يعطيني 4. اهم شيء طعمها يقبل. لا تنسون اللايك والتعليق حبايب قلبي. يلا باي.